ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. والنهارده راجعين بفيديو جديد زي ما انتم شايفين كده اهوت الفراخ المشويه في الفرن. تعالوا بقى نشوفوا الفراخ دي عملناها ازاي. شايفين لونها تحفه. ما تنسوش تدعموني على صفحه اميره مجدي، بحبكم في الله. تعالوا يلا بقى نشوف الوصفه عملنا القمر دي ازاي. معايا طماطمايه كبيره ومعايا قرن فلفل ومعايا بصل في الكبه. بقى قطعتهم طماطمايه قرن فلفل بصلايه ونزلت بيهم في الكبه وعصرت الليمون، نزلت بالزيت وحبه خل، نزلت بقى بالتوابل ملح وفلفل اسود وكزبره وتوم باودر وبصل باودر، اي توابل عندك. لو عندك 7 بهارات حطي، عندك كاري حطي. هنزل بالتوابل وهنضرب الكلام ده كله. انا هنا غسله الفراخ وسبتها تتصفى خالص لغايه ما نشفت وعملت لها فتحات كده. هنزل بقى بالتتبيله على الفراخ وهدعكها من جوه ومن بره من كل حته عشان الفراخ تشرب من التتبيله. ندعك بقى كده من كل حته ومن تحت الجلد ومن الفتحه اللي احنا عملناها ديت من هنا اهوت الفتحه دي كده اهو. ندخل التتبيله جواها ونشربها من كل حته. اي حاجه بقى، صدور، وراك، فرخه كامله، دي احسن طريقه لتتبيله الفراخ وانا معتمداها من زمان قوي. تحطيها بقى في الفرن كده اهو تتشوى، بتبقى جميله قوي واللحم بتاعها بيبقى دايب. وكل ما تسيبها في التتبيله كل ما تاخدي نتيجه اروع. لفيتها بقى بكيسه او ورق استرتش وهدخلها بقى في التلاجة واطلعها كده قبل التسويه. بتاخد ساعه في الفرن. بقى بعد ما سبت الفراخ اتبلت ساعتين حطيتها في صينيه. هنزل بقى بتقلي التتبيله. انا مولعه الفرن من قبلها على درجه حراره 200. هتقعد ساعه في الفرن. بعد كده اطلعها اوريها لكم بقت عامله ازاي. بعد ساعه بقى بتطلع بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، متحمره كده وجميله. متنسوش تدعموني على صفحه اميره مجدي، بحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.